في الوصفه دي استخدمت 3 بصلات كبار، واستخدمت كمان البصل الابيض علشان لما اجي احمره يبقى لونه ذهبي وفاتح. في تقطيع معينه هنا للبصل لازم ناخد بالنا منها، ان احنا هنقطع البصله جوانح زي ما انتم شايفين كده، ما ينفعش نقطعه حلقات. هنقطعها جوانح، وبعد ما نقطعها هنفرفتها كده من بعض علشان هنبتدي نرشها بالدقيق دلوقتي. والخطوه دي مهمه جدا، ان احنا نقطع البصل جوانح ونرشه بالدقيق، ولازم البصل يكون ابيض. يكون هنا معلقه كبيره من الدقيق على ال3 بصلات الكبار دول متقطعين، وبعد كده هبتدي بقى بدخل الدقيق جوه البصل. بعد كده في بتاعتي ضفت كده تقريبا يعني شويه زيت، وابتدي هنزل بالبصل بتاعي. كميه البصل الكتيره دي هتهبط معايا، هبتدي اقلب لغايه ما احس ان البصله اخذت اللون الذهبي المتحمص ده، مش محروقه ولا غامقه. ما نغمقهاش عشان ما تبقاش معانا ممرره، هو اللون ده